العينة طلعت وطلع محتاجين نعمل عليها تحليل دلالات هرمونات أو تحليل صبغات مناعية. معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية، وإحنا في بينك أكتوبر أو أكتوبر الوردي هنحاول نجمع مواضيع كتيرة أوي تخص الثدي والصحة العامة للثدي عشان نعمل توعية لناس كتير إن شاء الله. يعني ايه تحليل دلالات الهرمونات وايه هي اهميته في تحديد الخطة العلاجية لسرطان الثدي؟ تحليل دلالات الهرمونات ده تحليل بنعمله على العينة اللي بيبقى خدناها بإبرة قطعة وثبت فيها ان الورم غير حميد او ورم خبيث، فبنبقى لازم نعمل عليه تحليل الصبغات المناعية أو دلالات الهرمونات عشان نبتدي نحدد الخطة العلاجية للمريضة. هما تحليل 3 دلالات هرمونات اسمهم الاي ار والبي ار والهير 2، الاستروجين والبروجستيرون ومستقبلات الهير 2. لما بنعملهم بيطلعوا يا سالب يا موجب، وعلى حسب النتيجة بنقدر نحدد الخطة العلاجية. ازاي؟ لو التحليل طلع ال3 دلالات سالبين يبقى النوع ده من الأورام اللي لازم ناخد فيهم الكيماوي الأول قبل ما نعمل الجراحة. ولو طلع الهير 2 موجب بيبقى برضو لازم ناخد العلاج الموجه بجانب الكيماوي قبل الجراحة. ليه؟ لأن الأنواع دي تعتبر النشاط التكاثر بتاعها أعلى من النوع الهرموني أو اللي بيبقى فيه الاستروجين والبروجستيرون، الاي ار والبي ار فيهم موجبين أو بوزيتيف، بيبقى التكاثر بتاعهم أقل شوية، فممكن ندي فيهم الكيماوي بعد الجراحة. يعني الحالة اللي مسموح إن احنا نعمل فيها الجراحة الأول بيبقى تحليل الهرمونات بتاعتها موجب والهير 2 سالب، لان ده بيبقى نسبة التكاثر فيها قليل قوي، الا اذا كان الورم كبير جدا او في تورم على الجلد يعوق عمل الجراحة بطريقة امنة، فساعتها في الحالات دي بنضطر ان احنا ناخد الكيماوي الاول ثم نعمل الجراحة. التحليل ده مهم قوي، ما ينفعش نبدأ اي تدخل جراحي قبل ما نبقى عملنا التحليل ده، وما نكتفيش بالعينة اللي بتقول ان هو ورم خبيث، لان لو احنا من النوع اللي لازم ياخد علاج الاول او موجه الاول وبدأنا بالجراحة ما توقعش النتائج او نسب الشفاء اللي موجودة في الكتاب العالية لو احنا بدأنا مش بنفس الخطة المكتوبة في العلاج. فيبقى لازم نعمل الخطة كلها او نعرف المعلومات كلها قبل ما نبدأ اي تدخل جراحي سواء بالعلاج او بالجراحة. يا رب اكون افدتكم، ما تنسوش تتابعونا عشان تشوفوا فيديوهات تانية كتير، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.